السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في خبر عاجل ورد الآن. الملك محمد السادس يراسل نتنياهو قرار الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء صائب ومتبصر. إليكم التفاصيل. حيث بعث الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى نتنياهو الوزير الأول لدولة إسرائيل، أكد فيها جلالته على أن القرار الهام لدولة الإسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة الداخلة صائب ومتبصر. وقال الملك محمد السادس في هذه الرسالة: معالي الوزير الأول، يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص شكري وعظيم تقديري على رسالتكم التي أبلغتموني من خلالها بقرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابيا في فتح قنصلية لبلدكم في مدينة الداخلة، مؤكدا جلالته أن هذا القرار لقي ترحيبا واسعا من لدن الشعب المغربي وقواه الحية.